بدايته اي كوره في اول الماتش لاخر الماتش، اي التحام الاقي لعيبه النادي الاهلي على الارض. شيكابالا فوق الناس شويه، ده علي معلول لما بيشوفك بيعمل على روحه. والجمهور قاعد يقول كهربا يا كهربا، ومجلس الاداره كهربا لعب، والجمهور الاهلي اوعى كهربا لعب. طب الله، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم ضرب في المليان. ردح على قناه الزمالك، الاستاذ خالد الغندور طالع بيسقف وبيلعب لي بصوته على الهوا. بس الاسوأ من كده، لاعب سابق في نادي الزمالك والمفروض انه شغال يعني مدرب في نادي الزمالك حاليا، طالع بيحرض لاعيبه الزمالك انهم يضربوا لاعيبه الاهلي في ماتش القمه، واي كوره لاعب الاهلي يكون فيها على الارض، وكل ده بالفيديوهات. بس يا ريت في البدايه نعمل لايك وشير واشتراك في القناه علشان دايما يوصل لحضراتكم كل جديد. نبدأ بالتحريض ونخلوا الردح للآخر، معلش يعني. نشوف بقى كابتن أسامة حسن بيقول إيه ونرجع نرد عليه. السلام عليكم. الفيديو ده للعيبه نادي الزمالك اللي ان شاء الله عندنا مباراه مصيريه يوم السبت. مباراه بالنسبه لي انا حياه وموت. انا كبقى مشجع او شغال في النادي او لعيب سابق في النادي او نائب رئيس قطاع البراعم، احسبها زي ما تحسبها. اما بقى لعيبه نادي الزمالك بالنسبه لهم حياه او موت وعافيه وذوق. هتكسبوا وفوق يا عم انت وهو، هتكسبوا الماتش ده. اي في بدايته اي كوره في اول الماتش لاخر الماتش، اي التحام الاقي لعيبه النادي الاهلي على الارض كده اكسب الماتش. الماتش ده على شرفكم انتوا، الماتش ده الجماهير كلها مستنياكم تكسبوا الماتش ده، وهم خايفين منكم، والله خايفين منكم. لو مش خايفين منكم ما كانش في المدرجات يقول لك مستنيك يوم السبت. بيلعب على العامل النفسي عليك. انا لعيب كوره وعارف بقى، لو هو مش خايف ما كانش جاب سيرتك، ده مرعوب منك. شيكابالا فوق الناس شويه، ده علي معلول لما بيشوفك بيعمل على روحه. يا زيزو ده علي معلول بيقعد يأدي في وراك. امام عاشور ده انت معاك 3 و4 في ماتش الاهلي اللي فات وتحطها سهل جدا في الشناوي. احنا اتقل منهم بكتير قوي، واحسن منهم مليون مره، بس عايزين قلب ورجاله في الملعب. الماتش ده فرصه ليكوا، ما تقولش بنضغط اللعيبه، ما بنضغطش اللعيبه. اللي بيلعب في انديه القمه لازم طول حياته بيلعب مضغوط. اللي مش عاجبه الكلام دوت ما يلعبش، ما ينزلش. الماتش ده في بدايته لغايه نهايته كل كوره فيها التحام الاقي لعيب النادي الاهلي على الارض كده اكسب الماتش. انا ولا في انبي مين بقى كان بيلعب؟ الحضري، وائل جمعه، حسام غالي، عماد متعب، خالد بيبو. واحنا في الملعب كنا رجاله وضيعنا الدوري منهم. كل التحام دي احنا بناخده في فرقه انبي. احنا اي التحام على الارض او فوق لعيبه انبي رجاله، ضيعنا منهم الدوري ساعتها، وكان بيتحايل علينا يبوسوا ايدينا. هم شغلهم بره الملعب، جوه المستطيل الاخضر ضعاف. وقال لك دي كسبناهم حظ. الدور الثاني على طول في الدوري الثاني، في الدور الاولاني في السكه برضه كسبنا 2-1، كانوا يبوسوا ايدينا برضه. هي موضوع رجاله، وهتكسبوا الماتش فوق. تحريض على العنف، عيني عينك، ده رياضه يا كابتن، ديت رياضه. مالك بتتشنج وبتحزق ليه كده؟ وكابتن يعني علي معلول ايه اللي بيعملها على نفسه؟ طب انت اتاكدت قبل ما تطلع؟ يعني حطيت مشمع تحتيك؟ اصلك عمال تحزق جامد واخد الموضوع على اعصابك، ويعني بتتكلم على انجازاتك مع انبي. انا بصراحه مش فاكر لك اي انجاز غير الماتشين اللي انت بتتكلم عليهم انك فزت على الاهلي. طب لما رحت الزمالك عملت ايه؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه في طبق اليوم. يعني مع انك لك مني كل احترام، لكن ما عدا اللي بتتكلم فيه والعنف اللي بيحصل ده، دي كوره، ديت كوره مش مصارعه. يعني المفروض الافضل ربنا يوفقه ويكسب في الاخر وخلاص، لكن طالع بتحزق جامد. يعني فوق اللعيبه يا شيكابالا بالذوق بالعافيه. ايه يا عم؟ ليه توصلونا لكده؟ دي كوره، احنا حابين نستمتع، فالله يرضى عليك. انت مدرب براعم او نائب، يعني ما علينا ايا ما كان المسمى بتاعك، لكن كارثه لو النشء اللي انت بتطلعه
والاشبال او البراعم اللي بتدربهم بتربيهم على كده. يبقى العمليه راحت خالص. نروح بقى للرتح، نشوف الاعلامي او الاستاذ خالد الغندور على قناه الزمالك طالع بيقول ايه علشان نرجع نرد عليه. الناس يا عم خالد، كهربا لعب ايه؟ انتصرنا عليكم، الاهلي جامد، انتصرنا عليكم. كهربا لعب، كهربا عمل 2 اسيست وجاب جون في سموحه وجاب جون في الهاني سليمان. الاهلي انتصر. يعني ايه انتصر؟ وكهربا هيلعب لشهر 9 اللي جاي، وكهربا هيدفع نص الفلوس، وكهربا هيقسط غصب عنكم. وكهربا راح باس الفانيلا وراح للجمهور، والجمهور قعد يقول كهربا يا كهربا، ومجلس الاداره كهربا لعب، والجمهور الاهلي اوعى كهربا لعب. طب الله، طب انا ببوس الفانيلا بتاعت الاهلي، وجمهور الاهلي بيغني الكهربا، ومجلس الاداره فرحان ان كهربا لعب. ما تدفع الفلوس لكهربا. طب بدل ما تدفع محمد كريستو 1,300,000 دولار، لعيب مواليد 2003 ما يفرقش عن مصطفى سعد ولا زياد طارق اللي كان عندك، ولا تروح تدفع لك عدل القيعي يقول لك هندفع مبلغ رهيب في اللعيب الاجنبي اللي جاي. ما تدفع في كهربا يا سيدي. كهربا عنده يوم 2 فبراير لجنه الانضباط، ممكن تتخذ عليه حكم تاني، مش مهم. طب كهربا ممكن يلعب لشهر 9، طب لو لعب لشهر 9 وانت ما تدفعش الفلوس مش مهم، يروح في 60,000 سلامه يتوقف بعد كده، ما عندناش مشكله. احنا ما يفرقش معانا كهربا، احنا اهم حاجه عندنا الزمالك، احنا انتصرنا على الزمالك. كهربا لعب، طب كهربا مش لعيب مهم، مش مهم، 60,000 سلامه. احنا عندنا اهم حاجه ان كهربا. طب ما تدفع له الفلوس. لا مش هدفع له الفلوس، ده انتوا معاكم 2.5 مليار الميزانيه بتاعتكم، ورعاه وكل يوم راعي وبتاع، وتروح تجيب مع لعيب اجنبي ولعيب تونسي ولعيب مصري، فلوس حلوه و5 فروع وبتاع. ما تدفع لكهربا. بقول لك ايه مرتضى منصور، انت هتقسط غصب عنك، هتقسط فلوس كهربا غصب عنك. حرام يا اخي، كهربا ده لعيب كوره، قسط له يا مرتضى، يا مرتضى قسط له الفلوس. الناس بتطلب من مرتضى منصور مع حفظ الالقاب طبعا رئيس النادي، بيقول له مرتضى والنبي بعد اذنك قسط الفلوس لكهربا عشان يلعب في الاهلي. ولا انت كان اللقطه اهم حاجه عندك؟ انت اهم حاجه عندك اللاعب ولا اللقطه؟ دي انتصار المبادئ والقيم والمثل. وزي ما قلت لكم يا جماعه، دايما قلت لكم الحمد لله ان انا زملكاوي، والله ما بهزر. طب كهربا هرب من الزمالك. لا وانا اللي بيهرب من عندي غير اللي بيهرب من عندك. القيم بتاعت الهروب من الاهلي غير قيم الهروب من الزمالك. قيم الهروب من الزمالك تبقى مبادئ عندي، وقيم الهروب مني تبقى مفيش قيم ولا مبادئ طالما هربت من عندي خالص. هو ده بس اللي انا عايز اعرفه وعايز افهمه. القيم بتتقسم ازاي، المبادئ بتتقسم ازاي، الهربان بيتحسب هربان ازاي. ايه يا كابتن خالد، في ايه اللي حصل لكل ده؟ ده كله عشان كهربا بيلعب؟ طالع تسقف لي وتعمل لي كده وتلعب لي بصوتك ايه يا عم، ايه يا عم؟ يعني ده كله عشان الغرامه؟ الراجل هيدفعها ما تقلقش، لو ليك حق هتاخده. لكن يعني ده العمليه هربت خالص، العمليه هرب. عمال يقول لي اداره الاهلي ما انتوا معاكم فلوس ما تدفعوا، معاكم 2 مليار اللهم لا حسد. صلى على النبي، صلى على النبي، هتجيب ضغط النادي بالنقي بتاعك ده. احنا بنحترم احكام القضاء وبنحترم اي احكام يعني في الفيفا او الى اخره، لو لكم حق هتاخدوه، لكن هتموت وتاخده بدري بدري. لكن كل شيء باوانه، كل شيء باوانه. وعمال تتكلم على هروب الحضري. يا جماعه انتوا ليه بتقارنوا ده بده؟ موضوع الحضري كلنا عارفينه، موضوع كهربا برضو كلنا عارفينه. الراجل ما تسجلش العقد بتاعه في الوقت المحدد ليه، لكن مش هخش في ده دلوقتي وخلوه الحلقه تانية. لكن بالراحه يا خالد، هيحصل لك حاجه على الهوا يا حبيبي، بالراحه. عمال تسقف وتعمل حاجات اشطر رداحه في العالم ما تعرفش تعملها. ما اقصدش انك بتردح، انا ما قلتش كده، لكن الحركات ذات نفسها. فبالراحه، عايز فلوس هتاخد بس مش دلوقتي، لما ربنا يأذن. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، وبطلب من حضراتكم لايك وشير واشتراك في القناه علشان دايما يوصل لكم
حلقاتكم من برنامج ضرب في المليان. تحياتي لحضراتكم.